السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة مع مطبخي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، فيديو محفز 100%. بما اننا ان شاء الله على الابواب ديال العيد، الاضحى. عيدكم مبارك سعيد، عواشكم مباركه، تدخل عليكم بالصحه والسلامه. كنعرفوا بان المحلات التجاريه والباتيسريات وكل شيء اللي كنحتاجو كتكون مسدوده اولا كتكون عندهم واحد العطله. لذا اليوم غنشارك معكم كيف ما قلت لكم، غادي يكون فيديو تحفيزي باش نوجدوا بعض الشهيوات اللي نقدروا نحتفظوا بهم في الثلاجه اولا طيله هاد الايام اللي كتكون بالنسبه للعطله اولا الناس كيمشيو عند الاهالي ديالهم باش كيدوزوا عيد الاضحى المبارك. كنتمنى يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. غادي نوجد معكم شهيوات اللي هي اولا وصفات اللي هي سهله جدا. اول حاجه غادي نديرو هي البلبوله ديال الشعير اولا الحرشه بالبلبوله ديال الشعير. صراحه كتجي زوينه ولذيذه وصحيه كيف ما كتعرفوا. غادي ناخذ واحد الكميه اللي غادي نحتاج وغادي نغسلوها جيدا كيف ما كتشوفوا. ملي كنديروا عليها الماء كتعطينا بحال هذا الحليب. حنا هذا اللون الابيض ما خصوش يبقى، غادي نبقاو نغسلوا فيها حتى الماء ديالنا كيصفى وكيولي جاجي، يعني ما كيبقاش هذاك الدقيق فيها. كنستمروا بحال هكا حتى كنغسلوها مزيان كيف ما قلت لكم. كنمشيو معها بشويه بشويه. بغيتو تنقيوها ما بغيتوش كتخليو غير هذاك الماء راه كيطلع كاع هذاك دوك البقايا اللي كيكونوا ديال الشعير كيطلعوا الفوق. كنديروا عليها الماء طيب اللي كيكون طيب مزيان وكنغطيوها بالماء وكنخليوها واحد المده. كيف ما كتشوفوا ملي غادي نوجد انا هادشي كامل غنخليها هي الاخر، يعني تتشرب على خاطر. كيف ما كتشوفوا غادي ندير رزيزه. العجينه ديال الرزيزه راه ديما كنشاركها معكم، يعني درتها العديد والعديد. كنقطعها على حسب الحجم اللي بغيتها. غادي نستعمل غير كتل صغيره. كندير فيها تقريبا من بين تقريبا شي 80 غرام حتى ل 90 غرام في الرزيزه واحده. من بعد ما قطعتهم كنحطهم على جنب وكنغطيوهم دائما باش ما يديروش لنا قشره. وكناخذ هنا المدلك وكنحاول انني نبسطهم طوليا كيف ما كتشوفوا. كنستعنوا دائما بالفينو اولا بدقيق الحبيبه الفورس اللي كيكون مسمن. كنستمر بحال هكا، طريقه سهله بسيطه ما كتاخذش ليا بزاف ديال الوقت. كنحاول انني نطلقهم وكندير بيناتهم الدقيق باش ما كيلصقوش ليا على بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا كتجي هاد الرزيزه كتجي شويه ناشفه وما كتجيش ميدمه. وصراحه مهم، هذه هي الطريقه المعتمده اللي كنديرها لوليداتي والعائله ديالي. كتجي ناشفه ما كتجيش ميدمه بزاف وما كتجيش رقيقه بزاف وكتجي صراحه زوينه. كنعاود نطلقهم كنورقهم في الوراقه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد عاد غادي ندوزهم في الجهه ديال السباكيتي كيف ما كيبان لكم على الشاشه. دائما كندير تحت منهم الكسرونه ديال الزيت والزبده وكنخليهم كيطلقوا واحد شويه. ومن بعد عاد غادي نبدا ندور فيهم اولا غنشكلهم على شكل رزيزه. كندوزهم بالمدلك باش يدوزوا ليا في الماكينه كنرققها الترقيقه الاولى اولا دلك المشيه الاولى اللي كتكون تقريبا على حسب العبار ديال الماكينه ديالكم. كنديرها انا تقريبا على 6 وعاد كندوزها في البلاصه ديال الرزيزه. كيف ما كتشوفوا ما كنديرهاش رقيقه، كتجي بحال النبرو، ما كتعجبنيش بزاف. كنحاول نديرها شويه غليظه وكنطلقها في الزبده كيف ما كيبان لكم على الشاشه وكنخليها على جنب. علاش؟ باش كتطلق لي العجينه وكترخى وكنبقى نجبد فيها على خاطري، يعني كنمشي معها بشويه بشويه وكنجبد وكنعمم الزبده في العجينه. وبطبيعه الحال هذيك الغطسه اللي كنغطس الزبده فيها هاد الرزيزه راه ما كتبقاش، راه ملي كنحطها حتى كنكمل الرزيزه ديالي كامله كيتعزل الزبده بحال كتصفى وكتجي صراحه زوينه وناشفه وما ميدماش نهائيا. كناخذ طبيسيل باش كنقاد هذيك الدوره، كيجيو الدوره ديالهم مقادين وغادي نبدا نطيب فيهم كيف ما كتشوفوا دائما باستعانه هاد المقلات اللي عجيبه صراحه، راها مفيده. يعني كندير واحد الكميه في دقه ما كنحتاجش الوقت نهائيا، يعني ما كنضيعش الوقت بزاف. كندير تقريبا 10 على حسب الحجم ديال الحاجه اللي انا وجدتها. كنستمر بحال هكا حتى كنطيبها. كنعرفوها كنديروا عليها النار اللي كتكون ماشي مجهده بزاف باش ما تخطفش ليا من برا وكطيب وكتبقى من داخل معجنه. كنستمر بحال هكا حتى كنحمرهم وكنطيبهم ونحتفظ بهم ان شاء الله باش كنحطوهم كيف ما قلت لكم في المائده ديال العيد اولا
كنوجدوهم باش كي نكونوا بهم في طيله ايام العيد. كنعرفوا بان العيد راه ما كيبقاوش المحلات حالين، ومن الاحسن نوجدوا شي حاجه ديالنا في الدار. كيف ما كتشوفوا راه هما كيتحلوا وكيتحمروا وكيعطيو واحد اللون زوين. صراحه كيجيو لذاذ، وكيف ما شفتوا المقله راه ناشفه، ما فيها لا زيت لا حتى شي حاجه. يعني طريقه اللي هي بسيطه وناشفين، وما تخافوش من هذيك الزبده. كاين اللي كيشوف هذيك الزبده وكيتخلع. من بعد ما شربت ليا الحرشه الماء كيف ما كتشوفوا، كنديروا شويه الملحه، شويه ديال العسل، تقريبا معلقه كبيره ديال العسل. العسل اختياري، اللي بغى يدير السكر سنيده. ساشيه ديال الخميره الحلوى، وكذلك تقريبا معلقه ديال الخميره ديال الخبز ديال الدار، وكاس ديال الزيت البلديه. ما غاديش تجمع ليا بطبيعه الحال. كنضيف عليها كاس ديال الدقيق الكامل، يعني الدقيق القمح اللي بالنخاله ديالو، وكنبقى نجمع فيها بشويه بشويه. صراحه صحيه 100% ولذيذه بزاف وشيشه. كنخليها على جنب، وغادي ندوز للحرشه ديال السميده. كندير بطبيعه الحال كنغربلها شويه الملحه، شويه ديال الزبده والزيت. الزبده اللي مذوبه مع الزيت، وكنبسها بيديا بحال هكا حتى كتعمم الزبده والزيت مع السميده. وعاد غنضيفوا المكونات الاخرى اللي هي شويه الخميره، ساشي ديال الفانيلا، وخماره بطبيعه الحال، معلقه ديال العسل. وكنستمر بحال هكا، كنعجنها غير بالماء، يعني ما كنحتاجش. اللي بغى يدير الحليب يدير الحليب، كنعجنها بالماء كافيه واحسن. وكنحاولوا نطلقوها قد ما طلقناها وخليناها على جنب كتكون احسن وكتعطي نتيجه احسن، كتجينا هشيشه بزاف. يعني ما تخليوهاش يا ناشفه، يعني ما ديروش فيها الماء قليل وتقولوا صافي راه هي هذيك. لا، كاين اللي كيدير الماء وكيتخلع قد ما لا. خلي درتي الماء وبقى فيها الماء بزاف، غير خليها على جنب حتى كتشرب على خاطرها. وديك الحبه ديال السميده ديال البلبوليه ديال السميده العاديه راه كتشرب وكتعطي واحد ملي كتبداو تاكلوا فيها كتجي بحال مهشيشه. كناخذ القوالب ديالي بحال هكا. انا ما عنديش داك القالب الخاص ديال الحرشه، كنستعمل بحال هكا دوك القوالب العاديين ديال البيض، وكنوجدهم بحال هكا. كيف ما قلت لكم كتعاوني هاد المقله. كيف ما كتشوفوا كندير واحد الكميه كثيره في دقه واحده حتى كطيب وكتحمر. نفس الشيء غادي ندير بالنسبه للحرشه. كيف ما كتشوفوا راه شربات، قد ما درت الماء قد ما احسن كتجي هشيشه وكتشرب فسام. نفس الشيء بالنسبه اللي درت الحرشه ديال البلبوله، نفس الشيء غادي نديروه في الحرشه العاديه ديال السميده ديالنا العاديه. كنتمنى تعجبكم هاد الاقتراحات اللي اقترحت عليكم. كيف ما شرت في الاول فيديو محفز كيحفزنا لهاد الايام العيد ان شاء الله، باش نعاونوا المائده ديالنا. كي يكون العائله مجموعه، يكون الكوتي، يكون بزاف د الحوايج. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات، راه سهله وبسيطه، ما كتحتاجش يعني شي تعقيدات. كلشي ان شاء الله غادي يكون متوفر في البيت. السميده ديال البلبول راه كنعرفوا الثمن ديالها جد مناسب. فرص راه موجود تبارك الله. السميده حتى هي راه غير نص كيلو كافي باش يوجد ليا واحد الكميه ديال الحريشات. كنستمروا بحال هكا. ما كنتهما بنفس الشيء، ما كنجهدوش العافيه. دائما ما تجهديش العافيه باش ما كيتخطفوش في الطياب وكيتحمروا وكيعطيونا واحد اللون اللي كيجي زوينين بزاف. كيف ما كتشوفوا غنستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الحريشات ديالي كاملين في الطياب. كنحاول نعطيهم واحد اللون، ما كنخليهمش صفرين باش كيطيبوا مزيان وما كيضروناش. كنتمنى ان البنات انكم تجربوهم، وكذلك تبارطاجيو وتعطيو الافكار للناس الاصدقاء ديالكم والعائله باش تحفزوهم في هذه السيمانه. تبارك الله راه ما بقاش بزاف، وغادي يكون عندنا ان شاء الله اجواء ديال العيد اللي صراحه العيد الكبير اجواء ديالو زوينه بزاف. كنتمنى انكم دوزوها بخير وعلى خير مع العائله ديالكم. وكيف ما كتشوفوا ملي كطيب راه كنحاول نجمعهم باش كنحمرهم حتى من الجنب بجوج بيضين. كنحتفظ بهم يا اما في كرتونه بحال هكا، اولا كنديرهم في البواطه وكندخلهم للثلاجه. ما يسالش، يمكن الثلاجه يمكن الكونجيلاتور، اللي بغيتو. كيبقى مساله اختياريه. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو، كنتمنى انكم تبارطاجيوه، كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات، تحتفظوا بهم وتخليوهم العواشر قريبه. المائده ديالنا حنا كنعرفوا المغاربه كنوجدوا غير بالقليل، كنوجدوا الكثير.
كنتمنى انكم تجربوهم، وكنشكر الدعم المتواصل ديالكم لقناتي. بلا بكم بطبيعه الحال ما غاديش تكمل هذه القناه. كنشكركم. وكيف ما شفت الفيديو راه كنت حيدت منه الخبز، ولكن غنشارك معكم واحد الخبيزات اللي صراحه كيجيو زوينين ولذاذ. الخبز البلدي او لا الخبز ديال القمح الكامل بلا فرص بلا حتى شي حاجه، حتى هو كيجي لذيذ. غادي نشارك معكم فيديو خبز ديال العيد وبزاف د الحوايج. بقاو معنا، وكذلك التحضيرات وكذلك التقديه ديال العيد الكبير. غادي نوجد معكم وغادي نعطيكم افكار وغادي نفكركم اشنو خصكم توجدوا في هذا العيد الكبير ان شاء الله. كنشكركم، كنشكر الدعم المتواصل ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمه اللي صراحه محفزه جدا باش تنوضوا وتوجدوا لهذا العيد. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والى اللقاء.